السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ عساكم إن شاء الله بصحة وعافية يا رب. رجعت وياكم إن شاء الله، واستخارة الأيام هاي اللي جاية إن شاء الله استخارة مضبوطة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله كل اللي أنتوا تتمنوا إن شاء الله يا رب العالمين تحصلوه، والنجاح والموفقية إن شاء الله الكل اللي يسمعون الفيديو، وإن شاء الله يا رب العالمين كل إنسان طالب مراد يحصل مراده يا رب. ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم استخارتنا على سورة الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أصحاب هاي الأحرف اللي هسه نذكرهم إن شاء الله. النية مالتهم. نقول عندكم أمر صعب وعندكم عارض بحياتكم. أصحاب هاي الأحرف عندكم أمر صعب وعندكم عارض بحياتكم يعرقل كل شي تسوونه. لكم هاي السنة إن شاء الله، السنة اللي نقصدها الجديدة، لكم فرحة، أشوف فرحة لكم واستلام مبلغ ورسالة من الشريك. أشوف البعض من عندكم أكو خصام أو ابتعاد من الشريك، أشوف لكم رسالة، راح يجيكم مرسال أو خبر من عنده راح يفرحكم إن شاء الله. البعض لكم رجوع، طبعا المنفصلين لكم رجوع البعض من عندكم، والبعض من عندكم منتظرين خطوبة أو زواج. اللي منتظر زواج إن شاء الله تسهل عليه، واللي منتظر خطوبة إن شاء الله أشوف خطوبة تتم إن شاء الله الأيام اللي جاية أو السنة تجي هاي الجديدة. أشوف يعني لكم خطوبة تتم إن شاء الله. البعض من عندكم أشوف فسخ خطوبة عندهم الأيام اللي ها جاية، صايرة مشكلة أو عرقلة بالزواج بالخطوبة، وشوف عندكم فسخ خطوبة واحد من الطرفين. يعني شلون يقول، يعني راية غيره. وطبعا هذا من مصلحة الطرف الثاني، يعني كل شي بيه مصلحة. عسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، يعني تضوجون أو تنقهرون على الشريك من يفسخ خطوبته، لكن هو خير لكم يجوز وما تعرفون. رب العالمين مش ضامن لكم إن شاء الله، ضامن لكم الأحسن. ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد. اكو عندكم قلت لكم بشارة، شوف بشارة خبر راح يوصلكم. البعض منتظرين خبر من ناس راح يوصل لكم إن شاء الله وتفرحون. البعض قلت لكم هم راح توصلكم فلوس، والبعض أشوف فلوس تجيكم من الشريك، يعني تحصلون فلوس من الشريك. البعض أشوف عندكم الشريك مبتعد الأيام هاي اللي إحنا بيها وما تعرفون شنو السبب. أشوفكم دائما تاخذون استخارة بخصوص الشريك. البعض من عندكم أشوفكم حايرين، وأشوف عندكم ندم. دائما أشوف عندكم ندم من ناحية العاطفة أو الحب اللي بينكم وبين المقابل. عندكم ندم لأن حسيتوا بالشخص اللي مقابلكم، يعني شلون نقول مو كفو، صار عندكم ندم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشوف البعض من عندكم يعني أشوف بعض من عندكم حالة صحية متدهورة. لكم طبعا شفاء. عندكم سماع خبر وفاة. الخبر الوفاة اللي راح تسمعوها يعني من طرف ما يهمكم، يعني أبد يعني كلش ما يهمكم، بس لكن يعني ناس من بعيد اللي راح تسمعون خبر وفاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا دائما اللي منفصلين أشوف هواي مريتوا بظروف صعبة، تعبت نفسكم، تعبتوا، تفكيركم عندكم قلق كلش مأذيكم. إلكم فرج إن شاء الله الأيام أو الأشهر هاي اللي جاي، إلكم فرج إن شاء الله يستعدل الحال مالتكم. البعض من عندكم أشوف عندكم شراء خاتم أو شراء ملابس الأيام هاي اللي جاية. يا الله، اللهم صل على محمد ومحمد. البعض من عندكم لكم زيارة لمرقد مقدس. أشوفكم منتظرين فد خبر فارغ الصبر إن شاء الله راح يوصلكم. أشوف عندكم تسبيحات لازميها بخصوص يعني عندكم طلب مراد. البعض من عندكم شاكين بعمل، مرشوش لكم بالبيت. محمد. أشوف الشريك دائما يحب يزعل هالأيام هاي، يحب يعني يتحجج عليكم، يحب يزعل، يحب أشوف عنده براسه ناس تحكي براسه أو ناس تغير عليكم.
الطلاب أشوف عندكم عندكم شوية، البعض من عندكم خمول أو شلون نقول يعني شوية مو مثل بداية السنة، أكو تراجع البعض من عندكم بالدرجات أو الدروس، شوية عندكم تحسون بداية السنة لكن عندكم تعب ونحول بسبب عين يعني عليكم قوية. أشوف البعض عندكم توتر، عندكم نسيان صاير عندكم مو طبيعي. اللهم صل على محمد وآل محمد. البعض أشوف من عندكم راح تتبشرون بتعيين إن شاء الله، تتبشرون إن شاء الله بتعيين. والبعض من عندكم أشوف عندكم الأيام اللي جاية ولادة تصير، ولادة بنت أكثر شي أشوفها. البعض من عندكم أشوف عندكم راح تتبشرون بحمل يعني عن قريب إن شاء الله، وهذا الحمل كلش يعني زين لكم. احذروا من ناس تدخل عليكم ما تريد لكم الخير أو يردون يأذوكم بشتى الطرق، يردون يأذوكم يعني قدامكم شكل وراكم شكل. طبعا هواي اكو البعض من عندكم اشوفكم محتارين ودائما تنخون رب العالمين بشكل مو طبيعي، يعني تنخونه وتصلون، وحتى بالصلاة عندكم دعاء كلش قوي، لكم استجابة دعاء ان شاء الله، لكم خلاص من الهم اللي انتو بيه. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. البعض الشريك العفو الشخص اللي انت تردينه او اللي بالك يمه يريد يخطبك، لكن خايفة انت من ردة فعل اهله او اهلك يعني ما يقبلون. البعض اشوف من عندكم البعض صاير عندكم دموع وصاير عندكم بكي بسبب فراق شخص كلش انتو عزيز عليكم. وصل على محمد وآل محمد. احذروا من ناس يعني داينوهم أو سلفوهم مبلغ لكن بعدين يصير وراها مشاكل، يعني مشاكل عن فلوسكم احتمال وما تحصلوهم. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اكو عندكم اشوف عندكم ان شاء الله طبعا بشارة حمل، هاي الاستخارة الثانية أخذناها. البعض من عندكم اللي منتظرين حمل لكم بشارة حمل، لكن أشوف البعض الحوامل أكو خايفات مهددات بالسقوط حملهن بسبب التعب أو إجهاد عندهن كلش هواي بالبيت. أشوف البعض لازمين ختمة قرآنية أشوفها كلش زينة. واشوف البعض عندكم بلاغ اما محكمة اما مشكلة، بشوف بلاغ يعني يجيكم بلاغ توقعون عليه او تحضرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشوف الايام اللي جاية ان شاء الله فرحة راح تعم ببيتكم، تصير فرحة لما تأهل راح يجيكم خطار عزيز كلش عليكم منتظرينه او مفاجأة يسوي لكم اياها يجيكم ان شاء الله. يصير عندكم فرحة، يصير عندكم تغيير حال. أشوف عندكم شراء حاجات بالبيت تغيير حال، خاصة هاي الأيام أشوف عندكم تبديل شغلات هواية بالبيت. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات هاي استخارتنا كل هاي الأحرف اللي نذكرها، هاي استخارتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اللي سألتوني على المحبة بين الزوجين محبتهم، يعني إذا الزوج يعني فيديو أنا ذكرت إذا ما يحبك أو ما يطيقك أو تحسين به هو يعني شوي متغير عليك، ما يسمع كلامك، يعني بدل ما تسوي له أعمال يعني شيطانية أو أعوذ بالله إن شاء الله ماكو شي هذا، ماكو هذا الشي عندكم. أكو آية قرآنية إن شاء الله أعلمكم تصلح يعني الحال بين الزوجين، آية قرآنية تصلح حال بين الزوجين. تقرين على أي شيء أو شكر أو حلا فتشي حلا شكلية. تقرين الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. 7 مرات تقرونه على فتشي حلو وتعطونه للشيء للمطلوب. أعيدها بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تحبون الله، يعني خلنا نجيبها بالأكيد خاف غلطت العفو بالآية
اللي قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هاي الآية آية كريمة وما بها أي شيء وما بها فد شيء يعني مو زين. آية بعد مباركة، تقروا على فد شيء حلو وتعطونه للشريك للشخص المطلوب، وإن شاء الله حتشوفون عليه كل الزين. هسه اترككم في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة.